مستحيل تصدقي ان اللانشون ده معمول في البيت. لانشون بيتي اروع من الجاهز بطريقه سهله وبسيطه، وهتوفري وهتستمتعي بنفس الطعم احلى كتير من الجاهز. وكمان مش هنستخدم جيلاتين، مش هنستخدم جبنه مثلثات، مش هنستخدم دقيق. كل مكوناته ممكن تكون عندك في البيت بطريقه سهله وبسيطه، وكمان صحي. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. حطي لايك للفيديو واعملي شير عشان غيرك يستفاد. ونبدا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نبدأ ونسمي الله. انا هنا معايا نص كيلو بانيه، او لو عندك نص كيلو صدور على بعضه مفيش مشكلة، اغسليه كويس قوي وسيبيه يتصفى شوية. انا كان عندي نص بانيه متقطع فانا هستخدمه. هجيب بقى الكبة بتاعتي. انا هنا هعمل معاكي نص كيلو علشان هديكي المقادير بتاعت النص كيلو، هتظبط معاكي وطعمه خطير. نركز بقى في التريكات اللي جايه دي، عشان دي اللي هتنقلك اللانشون في حته تانية. محدش هيصدق ان انت عامله اللانشون ده في البيت. انا معايا بيضايه، هاخد بس البياض بتاعها، مش عايزه الصفار، هنزل بيه على البانيه بتاعي. وكمان معايا كيس مرقه بس اللي هو يكون البودر. نبدا بقى ننزل بالتوابل بتاعتنا. انا هنا هستخدم على نص كيلو بانيه معلقه الا ربع من كل نوع توابل هنشتغل بيه. انا هنا نزلت معلقه الا ربع كبيره بابريكا مدخنه، معلقه الا ربع بصل بودر، توم بودر، نص معلقه فلفل اسمر، نص معلقه ملح. اخر حاجه هنزل بيها نص معلقه نشا، ما تزوديش النشا، نص معلقه كويس قوي. اخر حاجه معايا ربع كوبايه زيت، ويفضل يكون الزيت نوع كويس علشان يخلي معاكي طعم اللانشون كويس. هضربهم بقى كويس قوي في الكبه. لو لقيتي الجوانب كده على الكبه لسه ما نزلتش عشان تاخد نفس النعوميه بتاعتي باللي احنا عايزينها، نزليها كده بالسباتيلا او بالمعلقه عشان كله ياخد نفس النعوميه اللي احنا محتاجينها. اهم حاجه نعميها كويس قوي. انا كده اتاكدت ان اللانشون بتاعي خد النعوميه اللي انا عايزاها. هنزل عليه بمعلقه كبيره فلفل اسمر حصى، وممكن تستغني عنه، بس بما اني احنا عاملين حاجه لاولادنا صحيه وفي البيت حبيت ان انا احط الفلفل الاسمر الحصى علشان يديني نفس الشكل اللي احنا بنشتروه من بره. هضربه بقى كمان ضربتين 3 في الكبه. بصي هي لمت العجينه بتاعتي، لمت ونعمت قوي، وده اللي انا عايزاه. انا هنا هستخدم الكيس الحراري، لو ما عندكيش كيس حراري ممكن تستخدمي الاسترتش، بس انا حبيت الامن اللي انا استخدم الكيس الحراري. هنزل بقى بالكميه بتاعتي كلها. هحاول بقى اللي انا الفها كده على شكل اسطوانه. حاولي كده بالسباتيلا تظبطي شكل الاسطوانه بتاعك، وتطلعي الهواء من الكيس كويس قوي وتلفيه كده. سهل وبسيط وما بياخدش وقت كتير في التحضير، وطعمه خطير. ساوي على قد ما تقدري. انا كده سويت الاسطوانه بتاعتي وربطت الكيس. هجيب بقى ورقتين فويل والفهم كويس قوي. هياخد معاكي الشكل اللي هو شكل البونبونيه ده. وانا بجهز في اللانشون انا كنت حاطه الميه على النار. اول ما غلت هحط المصفى بتاعتي وانزل باللانشون بتاعي. هياخد مده تسويه قد ايه؟ ساعه بالظبط. واحاول كل ربع ساعه اقلب اللانشون على الناحيه التانية. انا خلصت اللانشون بتاعي، خد ساعه بالظبط على النار. بصي طالع معايا متماسك ولونه حلو وما حطينالوش الوان. اهم حاجه علشان تقطعيه لازم تسيبيه يبرد كويس قوي علشان يتقطع معاكي، ولازم تكون معاكي السكينه حاميه قوي عشان برضو يتقطع معاكي بسهوله. زي ما انت شايفه اللانشون بتاعي متماسك وطعمه حلو قوي. ان شاء الله جربوه ويعجبكم. ولو ليكي طريقه تانية يا ريت تكتبي لي في الكومنتات. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش في اللايك والشير، وصلي على الرسول في الكومنتات، وربنا يحسن ما بين ايديكم.